هاي بنات، ايه الاخبار؟ هاتوا المشروب المفضل ليكي ويلا النهارده حلقه جديده من قعده بنات. النهارده هنتكلم ازاي كلنا اكيد اخدنا الاجازه دلوقتي، فازاي نتخلص من الملل اللي بنحس بيه في الاجازه. عطله الصيف، ازاي نستمتع بالعطله. احنا كلنا عارفين ان العطله هي راحه والتخلص من الضغط اللي بنكون حاسين فيه اثناء الدراسه. فعايزين نبدأ العطلة ان احنا ان شاء الله نبدأ بكذا خطوة. اول خطوة عشان ما يكونش في ملل نحس بيه ونكون حاسين بإنتاج ومفيش ملل خالص ان شاء الله خلال العطلة، ان احنا نبدأ اول حاجة الجانب الديني والروحاني. ده اول حاجة لازم نبدأ بيها. كلنا عارفين ان احنا قصرنا كتير جدا خلال الدراسة، فنبدأ مع بعض ناخد خطوة خطوة بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. فنبدأ نصلي بهدوء وتمعن، ونبدأ نرجع تاني نقرأ في القرآن ونعمل ورد يومي. وكلنا عارفين ان الأذكار حصن للمسلم، فنبدأ نقرأ أذكارنا صباح ومساء. فدي فرصة اننا نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، وفرصة ان احنا نستغل الاجازة كويس، فنعمل لنفسنا ورد قرآني نكون فيه حتى لو كل يوم صفحتين، بس اهم حاجة يبقى لنا ورد قرآني ونصلي صلواتنا في وقتها. منضيعش وقت، لا، ونستمر على الورد القرآني مع الاذكار. وخلينا نحاول ان احنا مننساش طبعا صلاة الفجر على قد ما نقدر. مع الاستمرار هتلاحظي ان حياتك بتتظبط سبحان الله وحدها كده. لما بتستمر على صلاة الفجر والقيام بتحسي ان راحة كده وحياتك بتتظبط. فناخد بالنا من النقطة دي يا بنات. رقم 2، ان احنا نركز على صحتنا، ان احنا نظبط نومنا على قد ما نقدر. ما نصحاش بالليل وننام في النهار، لا، ان احنا نظبط نومنا على قد ما نقدر، نركز على صحتنا. لما نومك بيتظبط صحتك بتتظبط. فخدي عدد الساعات الكافية للنوم بتاعك، وحافظي على انك انت تاخديهم. وحافظي برضو انك انت تعملي رياضة حتى لو 10 دقايق في اليوم بتاعك، بيفرق معاكي على المدى البعيد وبيحسسك بنشاط وقوة كده. فبرضو ناخد بالنا من النقطة دي. الاكل بتاعنا، ناخد بالنا من الاكل بتاعنا، نعمل اكلات صحية ونحاول على قد ما نقدر ناخد اكل صحي. احنا بنشتري برودكتس باسعار غالية جدا واحنا بناكل غلط واكلنا مش متظبط. فلا، احنا نظبط اكلنا علشان احنا لو عايزين بشرة صحية ونضرة، نظبط من جوه الاول، وده بينعكس خارجيا عليكي، بشرتك بتكون صافية وحلوة. فناخد بالنا من النقطة دي. برضو نشرب مية، ضروري جدا نشرب مية في الصيف على قد ما نقدر. احنا محتاجين جدا شرب المية. المفروض ناخد 3 لتر في اليوم، فلو مش قادرين على كده اقل حاجة ناخد لتر ونص في اليوم. تعملي لنفسك انك تشربي لتر ونص في اليوم، لانه مفيد جدا. واحنا بنفقد عناصر كتير جدا يا بنات في الصيف، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد بالنا من النقطة دي. رقم 3، تطوير الذات. تطوير الذات الحقيقي ان انتي دلوقتي لما بتعملي انك انتي بتهتمي بالجانب الديني عندك وبتهتمي بالجانب الصحي، فكده ما قدامناش غير ان احنا نطور ذاتنا. فاحنا يوميا لو بناخد ساعة واحدة نتعلم فيها لغة جديدة، برضو نتعلم فيها اي لغة انتي حباها. وبرضو لازم نحط لنفسنا مهارة حابة تتعلميها. لو انتي مثلا حابة تتعلمي مونتاج، حابة تتعلمي برمجة، حابة تتعلمي جرافيك ديزاين، اللي حابة تتعلميه تعلمي. انتي قدامك الصيف فرصة انك تتعلمي اي مهارة حابة تتعلميها. رقم 4، رتبي غرفتك. حاولي انك تعيدي تنظيم غرفتك مرة تاني. لو مش حابة الاساس بتاع اوضتك مش متظبط وكده، ارجعي اعمليه من اول وجديد عادي. ده انتي عندك فرصة، اعملي اللي انتي عايزاه وغيري ترتيب وتنظيم اوضتك من اول وجديد. اعملي حاجة تريح نفسيتك وتريح عينيكي وانتي نظرة ليها. برضو رتبي دولابك، طلعي الحاجات اللي انتي مش محتاجاها، وظبطي انك انتي الهدوم اللي تكوني محتاجاها وبتستخدميها يوميا تكون قدام عينك، فانتي ما تتعبيش وانتي بتدوري عليها. فنظمي دولابك ونظمي تسريحتك، نظميها، جيبي لها منظمات تنظمها، ونظمي مكياجك، ما تخليهوش عشوائي وفوضوي. حاولي على قد ما تقدري انك انتي تعملي لنفسك منظمات كده تساعدك تنظمي فيها المنتجات علشان يكون منظم قدام عينك كده. جربي
جربي انك انت تعملي اكلات جديدة وحلوة، تعلمي انك انت تعملي وصفات جديدة وحطي مكوناتها واعمليها، لان ممكن اصلا انك انت تطلعي اكلة انت بعد كده تعشقيها، او انك انت مثلا تعملي حاجة حلوة انت حابة تعمليها. فجربي، ولان مش مهم من التجربة انك انت استفدتي منها قد ما انك انت عشتي تجربة جديدة وعشتي حاجة جديدة نفعتك، عملتي وصفة جديدة حبيتيها، فاعملي لنفسك اكلة جديدة او حاجة حلوة عايزة تعمليها اعمليها برضو. رقم 5، اعملي جورنالينج. اعملي جورنالينج واهتمي ببشرتك، اهتمي بشخصيتك، اهتمي بنفسك. اعملي جورنالينج يوميا. آه، هاتي نوت جميلة كده واكتبي فيها اللي انتي حابة تعمليه. اكتبي يوميا الجورنالينج بتاعك، ده بيفرق معاكي، ده بيفرق في نفسيتك جدا. وتتفرجي على حاجة بتحبيها، خصصي لنفسك يوميا كده وقت انك تتفرجي على فيلم حباه، تتفرجي على كرتون لو حابة، تتفرجي على اي حاجة انتي حباها تتفرجي عليها. برضو ما تنسيشي انك انتي تعملي لنفسك جلسة تأمل كده، تقعدي فيها مع نفسك، تهتمي باللي انتي عايزة تطوريه في شخصيتك، تفكري، تتدبري كده الحاجات الحلوة اللي في الكون، وكمان تبصي في السما كده وانتي بتسمعي ميوزك او بتسمعي طبعا قرآن، حاجة يعني بصوت انتي حباه، ده بيفرق معاكي. اقرأي كتاب، اقرأي رواية، اعملي اللي انتي عايزاه فيهم، شوفي انتي بترتاحي في ايه واعمليه. نظمي لنفسك وخلي لنفسك وقت انك تستمتعي فيه. برضو الصيف هو احلى وقت انك تهتمي فيه بنفسك. خلي لنفسك كده جدول للعناية بشعرك او بشرتك، لنظافتك الشخصية. كل يوم شوفي انت عايزة تعملي ايه. وبرضو جربي انك تعملي ماسكات جديدة، جربي انك انت تعيشي شعور جديد كده. جربي انك تعملي وصفة جديدة لشعرك او خلطة مثلا شفتيها وحبيت تجربيها اعمليها. دي فرصتك انك تستمتعي بيومك، تستمتعي بوقتك، تعملي كل اللي انت عايزاه. انتي برضو لازم تهتمي بنفسك، لما انتي تهتمي بنفسك وبتحسي انك نظيفة ومرتبة وناعمة كده، الملل اللي جواكي بيروح كده، مش بتكوني حاسة بملل في وقتك. مليان يومك، مليان حاجات، مش يومك فاضي ما حساش بفراغ كده، لا. فانتي لما بتحسيش بفراغ بتحسي انك انتي عندك طاقة، وبتحسي ان وراكي حاجات عايزة تعمليها وبتحسي بالراحة. فتدبري وتأملي وخدي لنفسك كده وقت جميل. ومتنسوش يا أمارات، لو وصلتوا هنا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.